وليد الفراج يشعل التحدي قبل مواجهة الأهلي والنصر بسبب دوري روشن وآسيا. قبل ساعات من صدام الأهلي والنصر، استوديو أكشن مع وليد صار كأنه ساحة حرب وتحدي. في ناس شايفين المباراة هي عنق الزجاجة للدوري، وناس ثانية تعتبرها مقياس حرارة عشان نعرف هل بطولات آسيا أقوى ولا دوري روشن السعودي. وليد الفراج بدأ الحلقة وهو شاق الوجه وناوي على شد أعصاب، ولقى نفسه قدام آراء متباينة. هاني الداود واثق في النصر، وباقي الضيوف مؤمنين بهيبة بطل النخبة. باختصار، كلاسيكو الأربعاء مو هو بس 3 نقاط، هذا صراع نفوذ وهيبة كروية. هاني الداود رمى قنبلة ورفض يعترف إن آسيا أقوى من الدوري، وقال إن بكرة هو التقييم الحقيقي لبطل النخبة في نسختين ورا بعض. ورشح النصر للفوز، وقال إن فرحة الأهلاوية لازم توقف عند صافرة البداية، لأن النصر الحين في التوب، وفوزه يعني إنه بيقفل ملف الأهلي هالموسم ويخليهم يجهزون للموسم الجاي من الحين. وليد ما سكت على كلام الداود، ورد عليه بقوة وقال: يا رجال، وش اللي ما هي أقوى؟ ربعنا يشاركون ويطيرون قبل دور الأربعة، هذه شيء ما يترجع. واستغرب وليد كيف نختصر مشوار الأهلي الملحمي في آسيا ونقيمه بمباراة واحدة قدام النصر، ووصف هالمنطق إنه ظالم وما يركب. الكابتن إبراهيم كان له رأي ثاني، وشاف إن الأهلي بيجي مثل جلمود صخر حطه السيل من علي، وأكد إن الضغط النفسي كله على النصر اللي قام يضيع نقاط في أوقات صعبة ومنعطفات خطيرة. واتفق معه الضيف الثاني اللي قال إن الأهلي صيد مو هو بسهل، وإن اللي يبي يقهر الدوري لازم يتعدى بطل النخبة المتمرس، وتوقع إن الغلبة بتكون أهلاوية لأن نفسياتهم الحين في العلالي ومتوهجة.